السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه. ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه حلوه النهارده. هنعمل بسبوسه. البسبوسه بس محشيه مكسرات. خلاص. في ناس بيعملوها كده ومن غير حاجه، بس انا هحشيها مكسرات دي. كوبايه بندق. لا، اول حاجه البسبوسه دي مقدارين. انا هكتب لكم في صندوق الوصف مقدار واحد. خلاص، لكن انا بعملها في صينيه كبيره، يعني انا بعملها في صينيه دي ما كل واحد عايز، فانا هعملها في صينيه كبيره مقدارين يعني. بس انا هكتب لكم المقدار في صندوق مقدار واحد. وبرضو انتوا تقسموا المكسرات او اللي عندكم، المكسرات اللي عندكم حطوها اللي انتوا عايزين. خلاص، دول 4 كوبايات بسبوسه. وهي دي البسبوسه اللي انا مستعملاها اهي. هي دي. فانتوا ممكن تجيبوها سايبه عادي اهي. دي انا بستعملها. وممكن تجيبوها سايبه، وانا هكتب لكم المقدار يعني في صندوق الوصف ان شاء الله. دول 4 كوبايات بسبوسه. دول معلقتين جوز. هنحط فيها بدل السكر، ده بيديها قطره وتبقى احلى. وربع كيلو زبده. ربع كيلو زبده عليها. نشوف هنحط ايه وعلى حسب ما احنا. ودول 8 كوبايات زبادي. 8. الزبادي بيبقى حلو فيها، بيطريها. وكوبايه لوز. كوبايه بندق. وكوبايه فستق. وكوبايه زبيب. كل دول حشو. ونص كوبايه عين جمل اللي انتوا عايزينه، عايزين تحطوا شويات حبات فيه على قد المقدار اللي هتعملوه. وكوبايه جوز الهند. خلاص، هو ده المقدار ان احنا هنستعمله. انا بقى هكسر دول عشان احطهم احشي بيهم. وهرجع لكم تاني. خلاص ان شاء الله. رجعت اهو بعد عشان جبت احط لكم بقى انا فرم اهو زي ما انتوا شايفين اللي هحطها فيها. هنحط بقى كله على بعضه كده. والزبادي. اهو. انا صفيت الميه اللي في الزبادي عشان بيبقى فيه ميه. فضيت الزبادي كله اهو. وهقلب. انا لسه ما حطيتش الزبده. ماشي. انا بقلب الزبادي الاول، بدخله فيها. وبعد كده احط الزبده. جلوكوز. انا قلبت شويه، احط العسل كله عشان اقلبهم مع بعض. العسل ده بيطريها يا جماعه وبيخليها جميله. خلاص. وهنقلب برضو. احط الزبده زي ما انتم شايفين كده. هي مش كتير، هي بتبقى جميله بالسمن كده. وهنقلب. انا اهو ده حطيت الزبده وشربتها زي ما انتم شايفين. انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، وامشوا على المقادير اللي انا هقولها لكم. ماشي. انا بوريكم بس الطريقه وانتوا بقى تعملوا. هنحط المكسرات. وادي جوز الهند دي مبشوره زي ما انتوا شايفين. الزبيب. دي بسبوسه من الاخر. بصوا، بسبوسه من الاخر. انتوا بقى هتقولوا ايه ده، هو في بسبوسه بتتعمل كده؟ بس انتوا جربتوا بوها وشوفوا ايه الطعم عامل ازاي. خلاص. المكسرات اللي انتوا عايزينها، عايزين تحطوا سوداني حطوا اللي انتوا عايزينه. كل واحد وراحته. خلاص. دلوقتي انا دخلتها في بعض اهي. وبقلبها. خلاص. احطها في الصينيه قدامكم واوريكم ازاي احطها في الصينيه. خلاص. انا هدهن معاكم الصينيه. هو ده الصينيه، حجم الصينيه اللي انا بعمل فيه. بصوا قد ايه كبيره ازاي. انا بعملها عشان بحطها في التلاجة لما بتقعد بتبقى جميله بصراحه. اهي. ندهنها زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنحط البسبوسه، هنفضيها كده. دلوقتي انا فضيتها زي ما انتم شايفين وسويتها. بس انا هعمل ايه بقى، هنحط بقى الزبده دي فوق الوش كده للمعه. خلاص. هلمع بيها كده زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي وظبطتها. الوش لازم يكون متساوي زي ما انتم شايفين. نص بقى اللوز عليها كده. دي علشان نمشي عليها اللي احنا بنعمله ده. هنمشي بقى عليها كده على نفس النظام كده. خلاص. زي ما انتم شايفين رصيت اللوز اهو.
وهحطها في الفرن واوريها لكم بعد ما تخلص. ماشي. انا مسخنه الفرن طبعا، لازم الفرن في اي حلويات لازم يسخن الاول. خلاص. وادي البسبوسه بعد ما خلصتها وطلعتها من الفرن، وان شاء الله اقطعها واوريها لكم بامر الله وارجع لكم تاني. وده طبق البسبوسه بعد ما خلصناه. مش قادره اقول لكم يا جماعه، جميله بجد بجد، وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ومع السلامه.